سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بجد مفيش أحسن من كده رزق. دي من أحب المناظر اللي بحب أرقد البط عشانها في الأساس. هو رزقي ورزق عيالي ورزق ربنا كاتبهولي. اللهم لك الحمد يا رب والشكر والفضل العظيم. بس المنظر نفسه بجد ده أحسن عندي من حاجات كتير جدا جدا جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل ويا صباح الرزق اللي احنا شايفينه ده. بسم الله ما شاء الله تبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من أحب المناظر اللي بحب أشوفها عند طيوري منظر الفأس ده، سواء تفريخ فراخ سواء بط سواء حمام. عشان كده بقول لحضرتك انتجي من بيتك أيا كانت السلالة اللي هتجيب وزن عندك، حتى لو هتجيب وزن مش عالي برضو احسن من انك هتشتري من بره. لان معلش دلوقتي حضرتك بتيجي تشتري الطيور من بره ما بتبقاش زي ما انت عايزاها، او ما بيبقاش في امانه قوي الا من رحم ربي. يعني ممكن يقولك ده البط ده بوصل ل7 كيلو 8 كيلو، في الاخر ما يجيبش معاكي 3 كيلو او يجيب معاكي 3 كيلو ونص، وتبقي دافعه ثمن غالي بسعر غالي. فلازم ايه اللي يخليني اروح اشتري بط من بره وانا يبقى عندي سلاله افرخ منها لنفسي؟ انا بقول لكم حتى لو بتجيب وزن قليل حلو وفضل، بس حضرتك اشتغلي عليها واستحسني السلاله هتنتج معاكي اكتر واكتر. طبعا البطه دي انا كنت سايبه معاها الذكر الابيض، هي والبطه التانية دي برضو هشوف البطه التانية. فالحمد لله ربنا كرمنا منها، وانا اصلا ما كنتش حاسبه لها لان ما كنتش بحسب بصراحه. يعني الحمد لله ربنا يوسع ارزاقنا يا رب. فانا ما كنتش بحسب، عشان احسب دماغي مش هتفتكر طبعا كل بطه راقده امتى وهتطلع امتى. انا بس احيانا بكون مثلا متعمده شويه ان انا اعرف هي راقده بقالها قد ايه عشان ارص لها بيض فراخ لو عايزه ارص لها بيض فراخ. البطه دي بقى لها حكايه معايا، عشان كده قلت اصورها فيديو منفصل. يعني انا كنت مصوراها معاكم مقطع كده في فيديو الروتين، لما اتفاجئت بيها بصراحه والله اتفاجئت بيها، فقلت اصورها لكم فيديو منفصل علشان تفاصيل كتير جدا جدا. قلت اعمل لكم فيديو منفصل عشان تفاصيل كتير استقلت عنها الايام اللي فاتت. طبعا البطه الحمد لله انا هشيل لها القشور دلوقتي واشوف هي محتاجه ايه هعمله لها. البطه بترش لها شيح ولا بترش لها ميه يا مشاهد عشان يطلع البط عندك كله مع بعضه في نفس التوقيت؟ على فكره يا جماعه انا مش شرط البط يطلع عندي كله مع بعضه في نفس التوقيت. انا ممكن يطلع نص البط عندي الصبح ونصه اخر النهار، ممكن يطلع عندي مثلا نصه دلوقتي وكمان ساعتين يطلع الباقي. ممكن اطلع الاقي البطه مطلعه كله في حاله لما تكون هي بتطلع من بدري وانا مش واخده بالي او ما شفتهاش. يعني مثلا لو بتطلع مثلا من اذان العشاء كده مثلا على الصبح، لما اجي اطلع لهم الساعه 9 ولا الساعه 10 ولا الساعه 8 على حسب الوقت اللي بطلع فيه، بتكون هي طلعت وشبعت طلوع. يعني ممكن تكون طلعت مثلا نصهم العشاء ونصهم الصبح بدري، فانا بطلع الاقيه كله طلع. فاهميني ازاي؟ فبتبقى كده، فمش شرط ان هي تطلع كله عندك مع بعضه. يا ريت لايكات كتير جدا جدا للفيديو الحماسي ده، ان شاء الله تلاقوا فيه معلومات ورد على اسئله حضراتكم. يا ريت اللايك، ولو مش مشتركين انا بكون سعيده جدا لما مشتركين القناه بيزيدوا، فبالتالي بعرف ان بالفعل في حد بيستفاد مني، ولسه في حد غاوي يدور على طيور وتربيه طيور، وفي حد غاوي فعلا يعمل حاجه لنفسه وحاجه لبيته. هاتي بطه زي دي ربيها او بطتين ومعاهم ذكر. ما تعرفيش حد عنده سلالة كويسة، هاتي بط صغير من البداية وبيعيه. اتسألت كتير جدا جدا جدا، انا بقى هجاوبكم على السؤال في الفيديو ده. هو انت ليه مش بتبيعي بط كبير من اللي عندك يا ام مشاهد؟ هقول لكم يا جماعة، انا مطلوب مني الحمد لله اللهم لك الحمد يا رب، ده من كرم ربنا عليا. ربنا يوسع ارزاقنا وارزاقكم. مطلوب مني بط كبير كتير جدا، والغالب بيكون مطلوب نتي ومعاهم ذكر. يعني ممكن 3 نتايات ومعاهم ذكر، او 4 نتايات ومعاهم ذكر، او مثلا نتايتين ومعاهم ذكر. ده اللي بيكون مطلوب مني. ليه؟ علشان الركود. اللي عايز السلاله عايزه عشان الركود. انا بلاقي نفسي حضرتك عايزه وحضرتك عايزه وحضرتك عايزه، انا كده التربيه مش هيفيض لي منها حاجه لبيتي. انا بتعب على التربيه جدا 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 على ما بتكبر معايا. عارفين البط بيقعد 4 شهور ياكل ويشرب ونظافه وتراعيه وتجيبوا له خلطه وتكلفي عليه، بتكلفي عليه كتير. مش هقول لكم ما بيكلفش، لا بيكلفي. غير زمان، زمان ما كانش بيكلف كتير انما دلوقتي عاد بيكلف كتير والعلف عاد غالي. فانا لقيت بصراحه ان الموضوع مش هيمشي معايا كده. انا يعني بطلع صحتي وبطلع مجهودي وببهدل سقفيه الصب عندي
وبصرف على البط كتير، وما بين وقتها اجي ابيعه ممكن الاقي سعره نزل شويه او طلع شويه، او في الاخر كده كده انا ببقى عايزه برضو اربي لبيتي. طبعا انا عشان اطلع حاجه من عندي لازم اطلع احسن امهات واحسن ذكوره. مثلا مش هاجي الاقي بطه مثلا وزنها 2 كيلو الا ربع، ما هو اكيد التربيه كلها ما بتجيش وزن بعض، عشان نكون صراحه مع بعض، وانا قايله لكم ده من سنين على فكره مش من دلوقتي، عشان نكون صراحه مع بعض. التربيه كلها ما بتجيش طبعا وزن بعضها. فبالتالي لما اجي اسيب بطه ترقد، اودي لحد بطه ترقد، انا كنت بعمل كده في الاول، كنت بطلع بط كبير، كنت بطلع بط كبير بالوزن، بيوزن 4 كيلو و4 كيلو ونص، وكنت بطلع النتايه 3 كيلو و2 ونص و2 وربع اقل حاجه، يوم ما تقولوا النتايه ما جابتش وزن، بس كانت النتايه الصغيره او الذكر اللي وزنه صغير شويه ده انا كنت بسيبه للبيت للاكل. انما الاحسن حاجه انا كنت بطلعها للزبون اللي محتاجها. ليه؟ لان دي حاجه بيني وبين ربنا، دي حاجه. الحاجه التانية وشاري مني السلاله وجاي من محافظه تانية علشان يجي لي لحد البيت علشان ان هو ياخد سلاله نظيفه، اكيد مش هديله حاجه اي كلام، لانه واخد السلاله يشتغل منها، اما يطلع لبيته اما يطلع لنفسه رزق منها. ربنا يوسع ارزاقهم وارزاقنا يا رب، اللهم امين. فانا لقيت الموضوع مجهد عليا، لان انا مطلوب مني كميات كبيره، انا السقفيه عندي تتبهدل لما اربي كميات كبيره، ان انا ابيع منها يعني عشان اوفي الطلبات اللي مطلوبه مني كبيره، مستحيل الكلام ده. لو انا بربي بقى في سور في ارض زراعيه مثلا، والارضيه نفسها ترابه، وفي شويه خضره مزروعين كده ولا حاجه بيوفروا معايا في الاكل، على شويه عيش ناشف، على الخلطه اللي انا بجيبها، في الحاله دي اقول لكم ان انا هربي وابيع كبير، وكل حاجه هتجيب تمنها من بدري ومش هتبهدل قوي. لان طبعا عشان اطلع الاكل والكلام ده فوق عند طيوري برضو بهدله، عشان تطلعي الحاجه من تحت الدور عالي، الدور الثالث ولا الدور الرابع، دي برضو بهدله للي بيشيل الحاجه. فانا بصراحه لقيت انه الموضوع مجهد عليا مع تطليع البط اللي انا شغاله فيه اللي هو الركود. فلا قلت لا خلاص، يعني ربنا بيدي لكل واحد على قد صحته برضو، ان انا الحمد لله يعني اعتمد على البط اللي بيطلع رقد من عندي وخلاص. وعلى كده انا بس بقول كده عشان الناس اللي زعلانه مني ان هي ما بتاخدش مني نوتي كبيره للشغل. انا يا جماعه بربي لبيتي بس، انا بطلت اربي كبير للبيع من زمان عشان ما حدش يزعل مني. حضرتك بتشتري السلاله بتشتغل عليها زيك، زي ما انا اشتغلت عليها وتعبت عليها، حضرتك بتشتغل عليها برضو وتكبريها وتتعبي عليها. يعني لما تيجي تشتغل عندك بقى للبيض هتحسي ان انت عملتي حاجه كبيره جدا جدا جدا، وحاجه مبسوطه بيها وحاجه فرحانه بيها. لما تيجي تذبحي بطه انت اللي ربطيها من الاول، من صغرها، من عمر يوم ولا من عمر اسبوع، او تيجي بطه بيض عندك هتقولي دي تربيه ايدي وانا اللي كبرتها. وحضرتك وقت ساعتها بتربي الدفعه وبتختاري منها احسن حاجه للركود، والباقي بتذبحي لبيتك. ده اللي انا عايزه اقوله لحضراتكم من زمان، وكنت محتاره اقوله ولا ما اقولوش، عشان بس انا لاحظت الناس كتير بتزعل، فانا مش عايزه حد يزعل مني يا جماعه. انا بكلمكم بكل صراحه وبكل شفافيه. لو شفتوا فيديوهات القديمه انا كنت بطلع تربيه كامله، تسمين بط وذكوره ونتي للبيع، بفضل اوزن والميزان بيبهدلني. وطبعا لا بهدله بصراحه لما اكون بتربي كميات، لما اكون بربي مثلا دفعه 30 بطه وهبيعهم كلهم تسمين، بهدله طبعا ليا. مع اني عندي بط، عندي فراخ، عندي حمام، عندي بط بيطلع محتاج اماكن عندي. عارفين انا لو ما برقدش بط وهجيب مثلا على قد 20 بط هربيهم تسمين وهبيع منهم شيء وهعمل شيء، هقول لكم ماشي دي كويسه. انما لما يكون عندك زحمه اماكن، اصلا ما فيش اماكن متوفره، فده صعب تعملي الاثنين مع بعض. انا هبتدي اشيل قشور البيض ديت واسيب لها البيض اللي ما طلع. طبعا انا مش هاخد اي بط منها، هسيب لها البط تحتها لحد ما ينشف تماما، واقوم واخدهم كلهم مع بعض ان شاء الله. ده الكلام ده لو هي بالنهار. انما لو بالليل والمكان بتاعك مش متقفل باب وشباك، يبقى هتخافي عليها من الفيران، وتاخدي البط اللي نشف وتسيبي لها البيض اللي لسه ما طلعتوش، او البط اللي مبلول. على الصبح ان شاء الله يكون البط اللي مبلول نشف، واللي ما طلعش يكون طلع. ده بيكون التصرف. بترش لها ميه ولا بترش لها شيح؟ والله وبالله لا برش لها ميه ولا برش لها شيح، هو بيطلع رباني كده زي ما هو. زمان كنت بلاحظ ان احيانا البط بيجي في ايام درجه الحراره اللي قوي ممكن يتاخر في طلوع البيض، كنت الاقي كام بيضه طلعوا وكام بيضه ماتوا جوه البيضه. ده لاحظته انه من ركود البطه نفسها هي اللي ما كانش بيبقى كويس قوي، فبالتالي البطه اللي بلاقيها مش كويسه معايا في الركود بذبحها. البطه اللي باخدها خلاص. دي حاجه برضو من ضمن الحاجات. يعني ممكن حضرتك تشتري مني انا ومن غيري نتايه او نتايتين، وتيجي تلاقيها عندك ما ظبطتش قوي في الركود، او طلعت نص البيض ونصه لا، او تعرفي ان البطه دي مش شاطره لازم تذبحيها حتى لو واخداها مني او من غيري. ما هو انا بجرب، ما انا قلت لحضراتكم ان التربيه كلها طالما راقديه الحمد لله كلها بترقد، بس هل كل بطه شاطره في الركود؟ اكيد لا طبعا.
البطه اللي حضرتك بتلاقيها بقى بتطلع معاك البط كويس وزي الفل كده، دي اللي بتعتمدي عليها بقى وتسيبيها. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هبتدي بقى اشيل القشور اللي موجوده كلها كده واسيب لها ايه يعني. شايفين البط اهو لسه طالع اهو، شايفين الدهب الاصفر ده، الحمد لله البطه طلعت لنا دهب اصفر يا ولاد، شايفينها؟ الحمد لله يا رب، الحمد لله. يعني كل ما تحمد ربنا ربنا هيزيدك ويوسع عليكي ويبارك لك في رزقك. بجد ذكر ربنا طول الوقت دي حاجه جميله قوي 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 قوي، يعني بتخليكي كده يعني راضيه بكل حاجه ايا كانت. حتى لو رقدتي بطه وما طلعتش برضو بتخليكي راضيه. اهي دي بتخرفش اهي، بس هي ما نقرتش، بس ايه لسه عايزه تنقر كده. طيب هقول لكم برضو حاجه اخيره عشان الفيديو ما يطولش معانا. انما دي نقره اهي، دي نقره اهي ومنقره اهو، ودي نقره اهيت ومنقره اهوت، ودي برضو نقره اهي. فالحمد لله ربنا يكرمنا منهم ويرضينا منهم على خير. البطه دي بقى، دي اللي كانت بترمي البيض بتاعها بره، لو هتفتكروا معايا كده، دي اللي كانت بترمي البيض بره. والله رمت حوالي 5 بيضات او 6 بيضات رمتهم بره، يعني كان زمانها مطلعه مثلا 19 بيضه، بس الحمد لله ملناش رزق في اللي راح. فانا كنت كل ما الاقيها راميه البيض بره اشوف البيض بالكشاف اللي فصل كنت برميه، اللي كان لسه شغال كنت برجع احطه تحتها. واياميها قلت لكم ان احتمال كبير تكون بتطلعه وهي قايمه، واحتمال كبير كانت خايفه من الدكر اللي هنا في الاوضه، لان كنت عامله باب عازل، بس كانت مسافه الباب العازل ما بين البطه وما بين الدكر ما كانتش كبيره، فكانت بتبقى سامعه الدكر طول الوقت. ما كانش الدكر عندها، بس كنت عامله باب عازل والمكان كان صغير. انما لما بتعملي باب عازل والمكان واسع شويه بترقد وما بتبقاش خايفه وما بترميش بيض بره ولا حاجه. فالحمد لله ان ربنا كرمنا منها بالكام بطه دول. ربنا يبارك للي هيكونوا من حظه ومن رزقه ومن نصيبه يا رب، اللهم امين. يلا اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.